بكل تأكيد يوجد فريق الوداد البيضاوي ضمن كبار الأندية العربية والإفريقية، سجله تاريخي ونتائجه طيلة مسار زمني طويل منحه وضعا اعتباريا بين رموز الأندية العالمية. اعترافا بقيمة النادي ومكانته العالمية صنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن الفرق الكلاسيكية العالمية. الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي موقعه الإلكتروني أفرد مجالا واسعا للنادي تحدث فيه عن التأسيس والتاريخ والمنجزات. ورغم أن نادي الوداد البيضاوي أنهى مرحلة الذهاب من الدوري المغربي الحالي في ظروف استثنائية، فإن تاريخه الثريد يشفع له في أن يصنف ضمن الكبار. سجل الفريق يزخر بالألقاب والتتويج، 17 لقبا للبطولة الوطنية و9 كؤوس العرش ولقب لدوري أبطال إفريقيا وآخر للكاف وتتويجين آخرين على مستوى أبطال العرب وبالكأس الأفرو أسيوية. حصيلة مهمة لم تتأتى إلا للقليل من الأندية العربية والإفريقية، وكانت من نصيب الفريق الأحمر بفضل الانضباط والجدية. مكانة الوداد جديرة بأن تضعه نصب أعين المهتمين وذوي الاختصاص للإشادة بتاريخه ونتائجه ورجالاته. اليوم الفريق في بحث عن الملامح التي ستقوده نحو السكة الصحيحة. توقف البطولة المغربية حاليا خوله مساحة من الوقت لالتقاط الأنفاس والانطلاق من جديد.